كنت سايق بقالة 23 ساعة على طول في الليلة دي، في رحلة عبر البلاد بعد جنازة أمي. كنت مفلس ومش قادر أفكر في أي حاجة غير إني أكمل الطريق. عينيا كانت بتولع والطريق بقى ضبابي قدامي. فجأة علامة 7-11 ظهرت زي سراب من النيون. حسيت إني هعيط من كتر الارتياح. الباركينج كان فاضي تقريبا ما عدا هوندا قديمة مصدية. الساعة الرقمية على التابلو كانت الثانية 10 و17 دقيقة بعد نص الليل. أول ما طفيت الموتور حسيت بقشعريرة غريبة، إحساس إن حد بيراقبني. دفعت الباب ودخلت، والنور الفلورسنت كان بيزن زي النحل الغاضب. الريحة كانت خليط غريب بين كلور وقهوة محروقة، وكل حاجة كانت باينة بشكل مش طبيعي، كأنها مش حقيقية. الكاشير كان عيل رفيع، شكله لسه خارج من المدرسة، وعينه ملزوقة في موبايله. القهوة ريحتها كانت وحشة، بس كنت محتاج الكافيين. وأنا بأملك كوباية حسيت بحرارة قريبة مني، قريبة قوي، لدرجة إن شعر رقبتي وقف. لفيت بسرعة وجسمي كله اتجمد. كان في راجل لابس هودي أسود واقف على بعد سنتيمترات مني. ما كنتش شايف وشه كويس، بس بشرته كانت شحبة وعينيه واسعة بشكل مش طبيعي، كأن حد شدها. بص لي وقال بصوت مخنوق: مكانك مش هنا دلوقتي. قلبي وقع في رجلي. إيه؟ ما ردش، بس عينه اتحركت بسرعة ناحية الباب الزجاجي. هيجوا دلوقتي، امشي قبل فوات الأوان. جسمي كله اتنفض وبصيت بسرعة للكاشير، بس الولد ما كانش اتحرك، كان لسه ماسك الموبايل وبيسحب في الشاشة كأنه مش سامع أي حاجة. رجعت ببص للراجل، لكنه اختفى. مفيش صوت خطوات، مفيش صوت الباب وهو بيتفتح، بس كان في موجة برد مفاجأة. قلبي كان بيدق بسرعة. مين الراجل ده؟ وإيه اللي كان بيحاول يحضرني منه؟ بسرعة خطفت سنيكرز، دفعت الحساب، وقررت أخرج فورا. كنت على بعد مترين من الكاشير، وفجأة الباب رن ودخلوا 2 رجالة. الأول كان ضخما، جسمه زي لاعب كرة قدم أمريكية، جاكيت دينيم مشدود على كتافه العريضة، وإيدين شكلهما ممكن يسحقوا جمجمة. التاني كان طويل ورفيع، شعره محلوق زيرو. ما راحوش ناحية المشروبات ولا السناكس، حتى متمثلش إنه بيشتري حاجة. فضي الخزنة. جاكيت الدينيم ضرب الكاشير بالقلم، والموبايل بتاع الولد طار على الكاونتر. بشكل غريزي نزلت بسرعة ورا رف الشيبسي. من الفتحات بين الرفوف شفت باسكت بيطلع مسدس. خليك ولد مؤدب وهتطلع من هنا بأقل خسائر، مجرد عين ورمة. صوت الماكينة وهي بتحسب الفلوس كان عالي بشكل مش طبيعي. سمعت صوت الفلوس وهي بتدس في الجيوب، ورق بيتهز، ونفس الكاشير المتقطع. قلبي كان بيدق بسرعة رهيبة، كنت مرعوب إنهم يسمعوه. وأنا مراقب الكاونتر بدأت أزحف ناحية آخر الرف. لسه 3 خطوات وبعدها هيبقى عندي طريق مستقيم للباب. هو ده. جاكيت الدنيم قالها بغضب. كنت قريب، قريب جدا، نص متر بس، وهبقى في أمان جوه عربيتي. لكن إيدي كانت بتترعش، عرقها سايل، وسنيكرز اللعينة وقعت على الأرضية بلينوليوم بصوت مكتوم. كل حاجة وقفت، حتى صوت النور اللي كان بيزن اختفى. شوف كده، إحنا مش لوحدنا. باسكت قالها. جريت من غير تفكير، مجرد رعب حيواني خالص. انطلقت من ورا الرف ناحية الباب. هيايا، أول طلقة فركتعت في الجو. الزجاج اتكسر جنب دماغي. الصوت كان عالي لدرجة إن وداني زغدت. الطلقة التانية اخترقت دراعي الشمال. في الأول حسيت كأن حد ضربني بخشبة تقيلة، لكن بعدين الألم ضربني، حاد وساخن، كأن حد صب بنزين في الجرح وشعلله. خبطت الباب بكتفي السليم وخرجت مترنح على الباركينج. المفاتيح، فين مفاتيحي؟ دورت في جيبي، صوابعي كانت زلقة بالدم. وقعت واتزحلقوا تحت العربية. وقعت على ركبتي بشتم وبحاول أمد إيدي تحت العربية أدور عليهم. وراي الباب رن. بصيت ورا، شفت باسكت واقف في الباب، المسدس متوجه عليا مباشرة. أول ما عينينا اتقابلت صوابعي قفلت على المفاتيح. قمت بسرعة بحاول أفتح العربية. إيدي كانت بتسيب بصمات دموية على الباب. بأي طريقة دخلت جوه. الموتور زقر أول ما شغلته، وفي نفس اللحظة الطلقة التالتة كسرت الزجاج الخلفي. دست بنزين بكل قوتي. في المراية شفته واقف هناك، بس بيتفرج عليا وأنا بهرب. سقت وأنا مش شايف قدامي. الذعر كان مسيطر عليا. بعد 10 أميال على الطريق السريع اضطريت أوقف. ما كنتش حاسس بصوابعي خالص. عدت 3 أيام في المستشفى. في اليوم التاني الشرطة ظهرت. حكيت لهم كل حاجة: السرقة، الرعب، الراجل اللي كان لابس الهودي. هنحاول نمسك العصابة. واحد منهم قال: طب والراجل التاني؟
اللي كان لابس الهودي؟ سألت. الضابط وقف لحظة وبعدين قال: أي راجل بهودي، لوجان. كان في واحد غيرهم في المحل، أنا، الكاشير، والحرامية الاتنين. راجعوا تسجيلات الكاميرات. صرخت. كان هناك، حذرني. راجعوا التسجيلات، لكن كل لقطة كانت بتعرض نفس المشهد. أنا باخد القهوة المحروقة، بستخبى ورا الرف، وبجري بحياتي. يمكن عقلك المرهق هو اللي اخترعه. الضابط قالها وهو بيهز كتفه، وصدقته. لحد النهاردة بحاول أفهم اللي حصل في الليلة دي، بس كل حاجة بقت ذكرى غرقانة في الضباب. تفتكر الراجل ده كان حقيقي ولا مجرد خدعة من دماغي؟